يعطيك العافية كابتن. يمكن تعادل مهم اليوم لفريق الرمثا، كان في له دور كثير كبير بتحديد هوية بطل الدوري. أهمية هذا التعادل بالنسبة لكم؟ أول شيء الحمد لله رب العالمين على التعادل، والشباب ما قصروا كلهم شباب وكويسين. بداية خير إن شاء الله ليهم للشباب اللي لعبوا أول مباراة زي يعني. وفريق الحسين ما شاء الله عليهم وهارد كلهم. فريق مدجج بالنجوم وهارد كل يعني احنا من جمهورنا لازم آزرنا أكثر بأكثر يعني. والحمد لله رب العالمين يعني نرجع نقول بس هذا اللي عندي يعني. احنا هدفنا احنا نفوز ونطلع بس. هدفنا كنا الله يعافيك يا رب الله يعافيك. الآن يمكن تعادل باللحظات الأخيرة للحسين. أهمية هذا التعادل بالنسبة للرمثا، وخصوصا بأنه خلط أوراق الصدارة. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين على التعادل. احنا كنا بنستاهل اكثر من هيك، نستاهل الفوز كنا، بس الحمد لله رب العالمين راضيين على القسم والنصيب، راضيين على التعادل. واللي احنا لعيبه شباب قدمنا اللي علينا، احنا جايين قلنا ان شاء الله فوز او تعادل، خساره مش قابلين بها، والحمد لله رب العالمين تعادلنا. وانتم تعرفوا فريقنا فريق شباب، والحسين مدجج بالنجوم، بس الحمد لله جارينا والحمد لله طلعنا بالتعادل. كابتن، بتشوف بأنه التنافس كان أعلى بديربي الشمال بعد الأحداث الأخيرة اللي صارت أو الضغوطات من بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني احنا ما كنا نتابع كثير على التواقع على مواقع التواصل الاجتماعي. احنا قلنا احنا كنا جايين وبدنا فوز او تعادل، خساره مش قابلين بها بالمره، والحمد لله رب العالمين. مدربين ما قصروا، اداره، جمهورنا ما قصر، بدنا اياه يآزرنا اكثر واكثر الجمهور، واحنا بلد جمهور ولا شيء. والحمد لله رب العالمين تعادلنا، وان شاء الله احنا شباب قدام رايحين نعمل شيء كبير للرمثة ولتاريخ الرمثة. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعطيك العافية كابتن. تعادل في النقاط الأخيرة أو في الأشواط الإضافية في العمر الإضافي للقاء، شو بتحكي عن هذا التعادل؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن التعادل إجا من غلطة. كنا الأفضل بالمباراة، بس بدنا نوه على إشي مهم خاصة للجماهير وللناس إنها بتحكي ممكن لعبوا قدام الحسين. هي بالعكس، هي لأنها مباراة مفصلية. انسي إنه حسين ووحدات، بالعكس إحنا هون لأنها أنا شخصيا للأمانة، بس لأنه أنا بلعب بأمانتي عشان لقدام ما حدا يقدر يحكي عن الرمثة إنه والله عطى لحدا أو حدا. بالعكس رح نلعب بالوحدات نفس الإشي، لأنه لو مباراة ثانية بحكي لكم، بس لأنه هاي بتفصل بين فريقين. هون إحنا دخلنا بموضوع الأمانة، فمش إنه والله الحسين لأنه هسه تحدي. لا 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 لا، حتى بالوحدات إن شاء الله رح نلعب أفضل من هيك عشان الأمانة، بس بالنسبة إلي وليس بالنسبة إنه والله بدي أعطيها لفريق أو لا. هاي بالنسبة لواحد المباراة، بالعكس كنا حابين نفوز أكثر ما إنه نتعادل. بالعكس إحنا اللعيبة زعلانين على التعادل لأنه ضيعنا فرص، كنا الأفضل في المباراة من وجهة نظري أكيد. بس الحمد لله على أي شيء، بنطمح إن نجيب ثالث بإذن الله. بس كمان لجمهورنا إحنا كثير بنحبه وكثير، هو كونه إحنا فيش صغار عندنا، كونه اللي بيصل فريق أول فيش صغار، ولكن هو يمكن اللاعب الأول فينا. فإحنا كنادي رمثة تعودنا إنه عندنا جماهير ما فيش زيها بالوطن، يعني بالأردن كاملة فاقدينها. فأنا بتمنى من أخوكم ابنكم إنه ترجعوا للمدرجات، لأنه أنتم حافز إلنا، والحمد لله رب العالمين. إحنا كلاعبين ما بنطلع شو الجمهورين بيحكوا، إحنا إننا نركز بالمباراة. هي بحكي لك لأنها مفصلية دخلت يعني بالنسبة إلنا أمانة. انسي إنه والله عشان نعطيها لحدا، لا بالعكس بالوحدات إن شاء الله رح نلعب أحسن وأحسن عشان تكون أمانتنا ماشي لقدام، وحدا يحكي عنا والله ما تخاذلوا مع حدا وحدا. لا بإذن الله رح نلعب هيك، وإن شاء الله نجيب الثالث، يعني طموحنا كمان ثالث. بالتوفيق كابتن. الله يسعدك يا كابتن يعطيكم العافية. تعادل في اللحظات الأخيرة للحسين، قدمتوا مباراة عالية وقوية. أهمية هذا التعادل بالنسبة لكم، وخصوصا بأنه خلطتوا أوراق الصدارة ما بين الوحدات والحسين؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احنا لعبنا لتاريخ الرمثة طبعا، عشان ما حدا يقول الرمثة بالمستقبل انه تساهل او لا. احنا عندنا مباراة برضه مع الوحدات بعد مباراة الاهلي، اخر مباراة بالدوري بتكون مثل ما لعبنا مع الحسين راح نلعب مع الوحدات. اللي بده الدوري لازم يكون يستحقه، وبشكر جماهير الرمثة اللي حضرت. احنا هذا اللي قدمناه كله لجماهير الرمثة ومدينة نادي الرمثة. هسا بالنسبة لي حلو تكون في مناكفات رياضية، يعني حتى الفريقين بيكون في منافسة،
يعني المواسم اللي ماضية كان ديربي يعني بالنسبة لنا عادي، هسه بالعكس صار انه طعم خاص، جماهير له نكهة خاصة. الله يعافيك، شكرا.